تسجيلات إمام الزمان تقدم. هل هذه الرواية صحيحة أستاذ؟ هذه الرواية بالتفاصيل اللي أنت ذكرتها لا، ليست صحيحة. الذي يصح منها فقط هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. عندك شك؟ مو عندي شك، عندي يقين. عندي يقين بأنها لا تصح، ما عدا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. طيب، أما بقية الزيادات كلها لا تصح، وجيب لنا إسنادها ونبين لك لماذا هي لا تصح. زين، ما معنى كلام من كنت مولاه فهذا علي مولاه؟ ممتاز. أنا أسألك السؤال: شنو معنى مولاه؟ ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا علي مولاه؟ ما معنى كلمة مولى هنا؟ الولي، شنو يعني الولي؟ مثل ما تقول ولي العهد، شنو معناه؟ لمن الرسول قال هالكلام يقصد بأنه علي سيكون الولي من بعده. طوط، خطأ. تعرف ليش؟ لأن أنت تقول لأخوك تقول له مولاي، أنت تقول للسيد تقول له مولاي عبد الزهرة، أنت تقول للمعمم تقول له مولاي عبد الحسين، أنت تقول شو اسمه مثلا الأختك تقول لها مولاتي، مو صحيح؟ هل معنى ذلك لما تقول أنت للمعمم مولاي عبد الزهرة معنى ذلك هو إمام معصوم منصب من الله عز وجل؟ ها؟ أنت لما تقول للشيعي الآخر، أي شيعي آخر، تقول له مولاي فلان، هل معنى ذلك بأنه مولاك فلان إمام معصوم منصب من الله؟ الجواب لا. كلمة مولى من ألفاظ التضاد في لغة العرب، ولها معاني كثيرة جدا 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 جدا. تحتمل معنى المحب، تحتمل معنى النصير، تحتمل معنى المؤيد، تحتمل معنى ابن العم، تحتمل معنى العبد، تحتمل معنى السيد، تحتمل معنى كثير من المعاني. طيب، كيف نفرق؟ كيف نعرف؟ الأستاذ شو يقول أنت سألتني سؤال وأنا جاوبتك. قلت لك هل لمن أقول اسمع اللغة الفصحى، هل لمن أقول لأخي أو لأي شخص مولاي أقصد به ولي العهد الدولة؟ ممتاز. هل قصد رسول الله بأنه مولى ولي العهد؟ إذن كلمة مولى تحتمل أكثر من معنى، وهذا الذي أريد أن أوصله لك. إذن على أساس أنت معترض، مو صحيح؟ إذن كلمة مولى تحتمل أكثر من معنى. اتفقنا؟ إذا اتفقنا انتقل معاك للخطوة اللي بعدها. اتفقنا أستاذ؟ هل اتفقنا بأن كلمة مولى تحتمل أكثر من معنى؟ ممتاز، اتفقنا. ننتقل للنقطة اللي بعدها. ماذا يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله من كنت مولاه فهذا علي مولاه؟ ممتاز. انت وضعت زيادات، قلنا بأن الموالاة قد تأتي بمعنى النصرة، وقد تأتي بمعنى العبودية، وقد تأتي بمعنى السيادة، وقد تأتي بمعنى الإمارة. صح؟ صح. زين، ماذا قال رسول الله؟ وقد تأتي بمعنى المحبة. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. هناك زيادة مختلف في صحتها، لكن على فرض صحتها. ماذا تقول الزيادة؟ وبما أنه أنت تعتقد بصحتها هذا يكفيني. فاللهم وال من والاه وعاد من عاداه. العداوة ضد ماذا؟ ما هو ضد العداوة؟ ما هو ضد العداوة؟ وتقول العرب وبضدها تتميز الأشياء. ما هو ضد العداوة؟ ما هو ضد العداوة يا أستاذ؟ المحبة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذن من كنت مولاه فهذا علي مولاه، فاللهم وال من والاه وعاد من عاداه. إذن الموالاة هنا المقصودة في هذا الحديث تعني المحبة. أحسنت، هذا هو. إذن أنت جاوبت على نفسك. وسياق هذا الحديث يبين هذا القصد. ليش؟ لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه كان قادم ومعه إبل الصدقة من اليمن. فحصل إشكال بينه وبين أحد الصحابة وهو بريدة رضي الله عنه وارضاه، لأنه بريدة أراد أن يصعد على إبل الصدقة، فقال له علي بن أبي طالب لا تصعد على إبل الصدقة. فحينما وصلوا أثناء وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم في غدير خم، اشتكى بريدة رضي الله عنه وارضاه، اشتكى علي بن أبي طالب، لأنه وراوي هذا الحديث بريدة. وشوف صدق الصحابة ونيتهم الصافية. فماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له يا بريدة أتبغض عليا؟ فماذا قال له بريدة؟ شوف صدق الصحابة لما ينافق. فقال له نعم يا رسول الله. فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له يا بريدة لا تبغض عليا، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه.
وبريدة بعد ذلك أصبح يتعبد الله عز وجل بمحبة إخوانه الصحابة، وانتهى الموضوع. لماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فهذا علي مولاه؟ لأن المؤمن أولياء لبعضهم البعض. يعني هذا الأمر ليس مختصا فقط بالإمام علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه، هذا مختص بي وبيك. الله عز وجل قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هل معنى ذلك أن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أئمة على بعض، أئمة معصومين على بعض؟ لا، الله عز وجل قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فمن هذا المنطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه أن يتباغضوا فيما بينهم، وانتهى الموضوع.